لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مهدد والاتحاد ضغط ولم يسجل. حذر شديد وعدم تسرع، ونجوم الهلال لم تسطع، أما الاتحاد فلعب بمحترف واحد. انتظرنا بشغف إبداعات ويلهامسون ونيفيز وياسر القحطاني ليؤكدوا، وتوقعنا أن يقاتل نمور العميد ليعوضوا. الفرص كانت شحيحة والصراع لم يحم سريعا. هل ستأتي الحلول من المهارات الفردية، أم أن الحلول ستستمد من صمود المدافعين، أم أن مدربي الفريقين يخفيان المفاجآت؟ سيطر الاتحاد، والاتحاد كان أفضل وأخطر، لكن الاتحاد لم يسجل. هل تكفي الفرص لاستلام الكأس الغالية؟ حتما لا، وحتما تمنى أحد الرئيسين على الأقل أن يعود الشباب لينزل إلى أرضية الميدان وينجز ما عجز عنه لاعبوه. وكأننا باللاعبين انتظروا وصول خادم الحرمين الشريفين ليسجلوا ويطمئنوا كل حالم ومشجع. وكأننا باللاعبين يرفضون أن يسدل الستار سريعا على الموسم الكروي. وكأننا بهم يهدفون إلى إمتاعنا أكثر، بينما هم أرقون أكثر وأكثر. هل سيتغير السيناريو في الشوط الثاني؟ وهل سينجح جيرس في إنعاش لاعبيه لتمسي المباراة أكثر توازنا؟ هل ستكون الكأس الثانية لمدرب الاتحاد بعد التألق مع الشباب؟ وهل سيجد الحل لسيل الفرص المهدورة؟ هل سنشهد تغييرات ودكات الاحتياط فيها من الأسماء ما يرعب؟ تعبنا من الانتظار ومللنا من الآهات ولا جديد يذكر. تغييرات تأخرت كثيرا، والمباراة في طريقها إلى الأشواط الإضافية، ومحمد نور يجبر المرشد على اقتراف المحظور. فرح نور وفرح الاتحاديون قبل دقيقتين من النهاية، ولكن كذلك قبل إعلان هدف التتويج. نور سدد بثقة مبالغ فيها، ونور لم يجتهد، ونور يجبر عشاق الاتحاد على معاناة أطول. نور تألق في المباراة، ونور خرج من المباراة بعد ضياع كرة الحسم وفي الأشواط الإضافية. ويلهامسون كاد يجعل ختامها مسكا، ونهاية المباراة تعلن انفلاتا للأعصاب. وزايد جول، جول الحرمين، جول جول جول، حطها جول ابن الآن، جول جول مرزوق، أوه جول الكرة الشرميطي، ناظر الشرميطي، جول جول ويلهامسون، جول جول ويلهامسون لسيدي عتيبي، جول عاد نور وانتهت المعاناة. مبروك للاتحاد وحظا أوفر للهلال. حمادي قردبو، صدى الملعب. حيوا مع الاتحاد أول ملاعب نوره، الملعب يشرف فيه يكسب ثقة جمهوره. حيوا مع الاتحاد أول ملاعب نوره، والملعب يشرف فيه يكسب ثقة جمهوره. حياك والله حياك، بارك جهود اليرعاك. حياك والله حياك، بارك جهود اليرعاك. كل الجماهير وياك تهتف إلك مسرورة.